عليكم. يعني قافلة الصمود ديت اللي جاية من ليبيا ومن المغرب، جاية مرة بليبيا، جاية من الجزائر والمغرب وتونس، عايزين يعدوا من مصر. طب ما يروحوا عن طريق البحر. اللي عايز يخدم يعني ما يروح عن طريق البحر. ليه جايين من مصر؟ طيب دلوقتي اللي مسيطر على معبر رفح من الجهة الفلسطينية إسرائيل، ومصر مش بتعترف بإسرائيل في الاتجاه من معبر رفح الفلسطيني. لو في قيادة فلسطينية أو إدارة فلسطينية في المعبر بنعترف بيها. فإحنا دلوقتي لو فتحنا معبر رفح لقافلة الصمود، يبقى إحنا كده بنعترف بإسرائيل على معبر رفح الفلسطيني، يبقى بنديلها شرعية. يبقى إزاي؟ قافلة الصمود دي جاية تلعب بلاي ستيشن في 60,000 اتجاه للي عايز يروح غزة وعايز يروح فلسطين غير مصر. روحوا من طريق البحر، روحوا من طريق البحر، ولا لو رحتوا من طريق البحر اسرائيل تزعل منكم. انتوا جايين تشتغلونا ولا ايه بالظبط؟ مصر مش هتسمح لحد انه يعدي منها ويعبر منها ونخلقوا مشاكل في ارضنا. احنا مش هنسمح لحد، ولا القاده المصريه هتسمح لحد. انتوا قافله جايه لاحراج الدوله المصريه فقط. ده المقصد وده المغزى من القافله دي. اللي عايز يروح روح عن طريق البحر يا عم. ما طريق البحر سالك، ما تروح من على طريق البحر. انت جاي وجاي على ليبيا عشان تعدي من مصر، تاخد مصر من اولها لاخرها، وفيكوا بقى مش عارف فيكوا ايه وفيكوا ايه وفيكوا ايه. احنا ناقصين؟ السلام عليكم.